كفار ضلال يضلون الناس ويسعون في تضليل الناس ويحاربون دين الإسلام ويحاربون الحق ويعذبون المسلمين. هذو دعاة إلى النار، وكذلك هم أعداء الله تبارك وتعالى. فمن هؤلاء أصحاب الملل الضالة، ملل ضالة باطلة لا يرضى بها الله سبحانه وتعالى دينا، وهي محاربة لدين الله عز وجل، منائية، يعني بمعنى أنهم يجعلون لله أندادا يشركون بالله وهم رؤوس. وأبرز هؤلاء الرؤوس الذين ذكرهم القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك ذكره هو فرعون وأهله وقومه وملأه. لذلك نجد فرعون وملئه، قال إلى فرعون وملئه، يعني الذين هم يدعون إلى النار. يعني هل الله هو اللي يجعلهم، يعني هل الله يجعل الناس معينين يدعون إلى النار؟ هل ربي يرضى بهذا؟ الله هنا جعلهم كونيا، ولكنه لا يرضى بذلك سبحانه وتعالى. جعلهم أي بمعنى سمح للسنة الكونية أن تسري بهم فيفعلون هذا. يعني الآن الله عز وجل قال إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ربي ما يحبش الكفر، ولكن هل وقع الكفر في الدنيا ولا ما وقعش؟ وقع الكفر، وهذا الكفر هذا الله عز وجل أذن له كونا ولم يأذن له شرعا. يعني أذن له باش يكون، علاه؟ باش يمتحنا. لأنه الإنسان دوك يسأل نفسه، يقول لك ربي عز وجل علاه خلى هذو الناس يكفروا وخلقنا الخنزير وقال لنا ما تاكلوهش ودرنا الخمر وما قال علاش ما نحلناش هذو كاع من الدنيا ونقاها وما يصير لنا حتى مشكله؟ علاه كاين اعداء الله؟ علاه كاين هذه الامور؟ علاه خلاهم امتحانا؟ سواء قانون الدنيا داير هكذا، يهبطوا بعضكم لبعض عدو. ربي يجعل هذا الامر هذا ابتداء. لما تحب تسال الاسئله هذه ابتداء قل لماذا خلق الله ابليس؟ وابليس ربي عز وجل كان عليم بانه راه سيتمرد ولا ما كانش عليم؟ كان عليم. فالله سبحانه وتعالى لماذا خلق ابليس؟ خلق الله عز وجل ابليس لحكمه، قال اني اعلم ما لا تعلمون. وقصه الكون كامل كيفاش بدات اني اعلم ما لا تعلمون. تسمى يعني بمعنى الشيء اللي يدير الله تبارك وتعالى امر خاص. شوف الان احنا نتكلموا مثلا، الناس احيانا يتكلموا في اشياء معينه، تتكلم في السياسه ولا تتكلم في الاقتصاد ولا تتكلم في امور معينه، عندك حدود تتكلم فيها، ومن بعد فوق هذيك الحدود ما تقدرش تعرف. كاين ناس مسؤولين يعرفوا، عندهم امور اداريه، عندهم اتفاقيات، عندهم امور غامضه ما تقدرش تفهمها انت، لانك انت ماكش في الميدان، ما تعرفهاش، ما تقدرش تتكلم عليها. تقول لعبك كان بين الشركه الفلانيه والشركه الفلانيه داروا عقد يوم كذا وكذا، وتقول ما نعرفش هذه الامور. هذه الامور هنا ما نحبسها، انا خاطيني الاداره ما نعرفش. تسمى تولي انت واش دير؟ تولي تقول هذوك الناس هما تاعهم خدمتهم، هذوك على بالهم واش راهم يديروا، على بالهم واش راهم يديروا. اذا لذلك الله تبارك وتعالى يعلم وانتم لا تعلمون. الله عز وجل جعل القوانين في الدنيا، حط ناس اشرار، حط ناس اخيار، درنا دائما الناس تاع الخير والناس تاع الحق والمسلمين، درنا دائما نكونوا ضعاف. علاه؟ باش يمتحنا. لانه لو كان دائما الحق قوي تولي ما عندكش بطوله في الانتماء الى الحق، تولي انت واش الفايده انتميت الى الحق؟ علاه؟ كي يكون الحق على ذلك ربي عز وجل قال لا يستوي من آمن من قبل الفتح وقاتل. الإنسان اللي هاجروا قبل الفتح، قبل فتح مكة، الناس اللي هاجروا قبل فتح مكة وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، الناس اللي آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في البدايات كامل، في البدايات نهار كانوا 6 7، نهار كان غير أبو بكر وعمر أبو بكر وعلي وفلان وفلان وفلان. أنت الآن تما لو كان جيت حاضر واش تقول هذوك هذا 6 عباد مآمنين به الانسان هذايا، وين على بالنا؟ احنا زدنا والدينا جدودنا كاع يعبدوا الاصنام. دوك واحد كيما هذا جا لنا ناظر قدو ناض وقال لنا انا رسول، ومآمنين به شكون؟ 4 5 6. واللي يحكموا فينا هذوك الناس شكون؟ أمية بن خلف وأبو لهب وأبو جهل وكذا، هذو ناس كبار عقلهم كبير. عتبة بن ربيعة، هذوما ناس فاهمين مليح الدنيا كيش تمشي. تسمى هذوما الناس نعرفوهم وناس حكماء ونعرفوهم، وهما اللي يسيروا فينا وهما السادة نتاعنا، واحد فيهم آمن به. واه مستحيل. دوك أنت الآن البطولة تاعك هنا، تسمى لو كنت آمن به في هذيك اللحظة ما أنت حقيقة أنت بطل. ولذلك قال الله عز وجل والسابقون الأولون، هذو وحدهم قال لك أنا، هذو وحدهم لأنهم آمنوا في وقت
يقدروا كاع الناس تكذب. وين على بالك انت هذا الانسان راه صح ولا لا؟ ومن بعد زيد كي راح المدينه، راهي المدينه الان الدوله راهي تتكون بلا عقل برك، ما تعرف راح يربح راح يخسر، راهم يحاربوا فيه غزوه احد وغزوه بدر وغزوه الخندق و ما تعرف راح يدقدقوه وينحيوه من الدنيا كاع به بصحابه. وين تعرف راح ينجح ولا لا؟ واش داك انت تخلي ورثك وتخلي المال تاعك وتخلي اهلك وتخلي كلش في مكه وتروح حتى المدينه وتعيش برا تتزوفر؟ قاعد في نهارهم كانوا برزقهم عشاو يتراموا برا صحابه. وين على بالك انت يا مخلي الدنيا هذه؟ وين على بالك باللي حينجح هذا؟ ومن على بالك يغلبوه؟ وين راح تروح من بعد؟ انت رايح بالايمان تاعك ورايح معناتها بطل، وهذو الدرجه الثانيه. ومن بعد كي ولا الفتح واش صرا؟ ولات قوه عظمى، ولات اقوى قوه في المنطقه، هي قوه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه. فلما تم ولات قوه الناس ولات تدخل في الاسلام. بصح دائما قال لهم الله عز وجل الناس اللي امنوا قبل الفتح واللي امنوا بعد الفتح ماشي كيف. على هذيك درك حنا الدين تاعنا لما رانا نطحن طحنا، لما رانا نذل، لما رانا نشوفوا باللي احنا رانا ضعاف ماديا اخلاقيا متشتتين فيما بيننا. وزيد انا نقول لك باللي كاين امور راهي تصرى في الاسلام عندنا احنا من المسلمين تخليك حتى تشك في الدين، والالحاد يعني والافكار التي تبث عبر الوسائل الرقميه يعني ما يعلم بها الا الله، وانت مازالك شاد في الدين ومقانع باللي هذا هو الدين الحق. تسمى هنا البطوله. ولذلك احنا دائما نلقاو ربي يدير واحد السنه ان الناس اللي راهم طغاة حاكمين العالم دركا وراهم يطغاوا على المسلمين ويقتلوا الاطفال وغير ذلك، هذو الناس النوع من الناس هذوما الان هذو القوه معاهم، تلقى عندهم المال عندهم كلش. الله عز وجل قال اكثر اموال اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا. وقالوا في وقت الصحابه قالوا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، معناتها كانوا اكثر منهم. تسمى هذوما كامل دوك انت تقول علاه هنايا ما نخليهش هذه ونروح نعيش هكذا ونولي لاباس عليا كيما هما. علاه راني قاعد انا في وسط المسلمين ودائما مذلول ودائما احنا خاسرين؟ علاه قاعد انت شاد في الدين تاعك؟ فهنا البطوله لما يكون الجانب تاعك ضعيف وانت مازالك شاد فيه، يعني تثبت الوفاء للدين. وهنا ربي عز وجل يكافئ الانسان. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام بين بان في اخر الزمان لما يكون الانسان مؤمنا طائعا بالتحدي مع وجود التحديات هنا يخلص اكثر، الخلاص يكون زايد. علاش الخلاص يكون زايد؟ لان الانسان عنده تحديات ماهوش يخدم برك. قال النبي عليه الصلاه والسلام العامل فيهم علينا احنا في اخر الزمان، العامل فيهم له اجر 50 منكم يا ايها الصحابه. اجر 50 منكم يا ايها الصحابه. قالوا الصحابه منا ولا منهم؟ قال منكم. كيفاش احنا رانا اصحابك ورانا معك وكذا وبعد يجوا ناس في اخر الزمان يخدموا ويولي لهم اجر 50 تضرب لهم فيه 50. كيما احنا نقولوا المعامل تاع المات 7 شغل عندهم الكويفيسيون تاعهم 50 وكاع واش رانا نديروا فوا 50. بالنسبه لمن فوا 50 هذه في 50 بالنسبه لمن؟ بالنسبه للصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. تسمى انت علاه؟ لانك عندك تحديات دركا راك تتحدى. لو كان نخدمك انا هنا ونقول لك خدم لي هنايا في وسط المدينه ولا باس قدام دارك وتروح وتجي والبروده وكذا ما شاء الله وخدام، بصح كي نديك للصحراء نخدمك في الخلا بعيد على اهلك عندك تحديات. هنا عندك الحراره عندك كذا، تقول لي لا زيد خلصني. علاه نزيد نخلصك؟ ياك تخدم في نفس الخدمه تقول لي هنا نخدم بالتحديات هنا والصحراء والغربه والدنيا وفوتسابل وهذه ومخلي الاولاد وكذا وما كاين لا مدينه ما كاين وين تشري ما كاين الرفاهيه ما كاين حتى الجو اللطيف ما والو. تسمى تقول لي وكاين امور تحديات راح نتعب زيد لي الخلاص. تسمى هنا تستحق انت الخلاص. علاه؟ لانك عندك تحديات زايده. فربي عز وجل هذه التحديات اللي رانا فيهم الان احنا نبتغي عند الله الاجر واننا نخلصوا عندهم. ولهذا لما قال وجعلناهم ائمه اي احنا حطيناهم ائمه يعني يدعون الى النار ما وفقناهمش للخير، وانما جعلناهم من الناس الذين في الحزب نتاع الشيطان حتى يكونوا دعاة الى النار، وليس بمعنى ان الله عز وجل يجعلهم بمعنى انه يرضى لهم ذلك. وقال الله تبارك وتعالى على فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. علاه؟ لأنه كان يدعو إليها هو وقومه. ولهذا قال الله عز وجل فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فجعله الله تبارك وتعالى
أخذه الله نكال الآخرة والأولى. النكال بمعنى العذاب الشديد. هنا كذلك من أولئك الشيطان، كما قلنا في الحصة الماضية، الشيطان ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الشيطان يدعو إلى النار، يعني حزبه يدعو حزبه إلى السعير، إلى عذاب السعير. ولذلك يوم القيامة وش قال ربي سبحانه وتعالى؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وهو في النار معهم، هو معهم في النار، فهو دعاهم إلى النار. فلما دخلوها قالوا له كيف دخلتنا النار؟ اخرجنا منها. قال أنا ما كان لي عليكم من سلطان، أنا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنتم أنا خاطيني، أنا قلت لك برك، أنا شديتك من رقبتك، أنا قلت لك. الشيطان يوم القيامة راح يجي الناس كامل اللي غواهم، كل الناس اللي غواهم رايحين يلبسوا فيه ويقولوا له أنت سببنا. علاه؟ لأن الناس العصاة والفوا في الدنيا يلعبوا دور الضحية، والفوا. هو يفسد، هو كما نقولوا حنايا بين قوسين ماجوري فاكسيني، في عمره 22 23 سنة ومازال يماه تحكي عليه تقول لك راه وليدي مسكين طلع الجامعة غروا به ولا يتناول المخدرات ولا يفسد ولا يتبع هذه ويتبع هذه ويدير هذه ويدير هذه. أنا وليدي ناس ملاح، أنا تسمى لك كان مات وليدك مال جهنم يدها ربي الآخرين ماشي ليه. والآن وليدك راه مسؤول عند ربي عز وجل يوم القيامة. فكيف الآن احنا دائما دور الضحية دائما، وانا بسبتي والحومة هذه اللي ما خرجتش عليا وانا كذا وانا كذا. انت مسؤول، انت مسؤول عن نفسك. واللي كي توالف هكذا واش دير؟ ومن بعد تقول دارها الشيطان، درتها انت ماشي الشيطان. الشيطان قال لك ديرها بك درتها، تسمى ما دارهاش الشيطان. الشيطان راهو واش يدير؟ راهو يملي عليك او يعطيك خطوات او يقول لك دير هذه اعمل هذه وما يصرحكش وما تفيقلوش، راح يعطيك خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن بعد يوم القيامه يقولوا انت ها هو اللي درنا. واش يقول الشيطان؟ قال انا ما كان لي عليكم من سلطان، انا ما كنتش نطبع فيك تطبع، انا كنت نقول لك نعرض عليك السلعه برك، قلت لك روح دير هذه، اروح واش رايك نديروا هذه وانت قلت لي ايه، انت عجبك الحال وافقت الشهوه تاعك قلت لي ايه. فاذا انت السبب. يقول كان خاطيني، يولي الشيطان ناس ملاح تما. فهو الان بعد ذلك الله عز وجل له عذابه، يعطي له عذاب تاعو، والله سبحانه وتعالى يجعل لاولئك العصاة عذابهم وحدهم لانهم فعلوا هذا، وما يجعلش هذا الكلام عذرا لاولئك العصاة. فالشيطان كما قال الله تبارك وتعالى يقول وما انتم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيه، يعني ما حنسلككم ولا ما حتسلكوني. كذلك الأعمال التي تكون سببا في الدخول إلى النار، أولها وعلى رأسها الجرائم الكبرى من الكفر والشرك. الكفر والشرك بينهما فروق، يعني يجتمعان ويفترقان. إذا اجتمع اختلفا، افترقا، وإذا افترقا اجتمع. الكفر والشرك، الكفر قد يكون شركا والشرك كفرا، هما في زوج كيف، ولكن الكفر غالبا ماذا يكون؟ يكون عن اعتقاد، يعني بمعنى الكفر هو تغطية الحق. غالبا يكون الكفر عناد مثلا، ماشي شرك، عناد، بمعنى أن الإنسان يعاند، يقول أنا ما نآمنش، ما حبيتش نآمن، يا ما نآمنش، مانيش حاب نآمن، هكذا باش نعيش ليبر. مش واحد بيقول لي حلال الحرام خليني ما نآمنش، كما هو يفعل الآن الناس بخروجهم إلى الإلحاد. يحب واش يدير؟ يظن نفسه أنه قد كسر القيود، يقول لك نولي ملحد باش واحد ما يقول لي حلال الحرام، وندير واش نحب أنا ونعيش الحرية تاعي. هو نسى باللي الملحد واش يصرى له؟ راهو يخرج من طاعة الله اللي هي الحرية الحقيقية الموجودة في دين الله إلى ماذا؟ إلى عبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو الآن راح يعبد، وش راح يولي عبدا لنفسه وشهوته. قولوا دير هذه ندير هذه، نوشم، قطع ودني، ما تهدرش معايا، أنا حر ندير واش نحب، عري روحي، نقطع لحمي، أنا ملحد، أنا ما عنديش حلال وحرام. هو واش يظن الآن؟ أو يظن باللي حر، هو مش حر، هو كاين نفس الأمارة بالسوء الداخلي تأمر فيه. هو هرب من عبودية الله إلى عبودية الهوى. مستحيل راح يكون حر، مستحيل. ولو كل أي واحد فيهم منصف سيعترف أنه ليس حرا، وإنما هو عبارة عن ملك
لأولئك النزوات، لتلك النزوات والشهوات والقوى الداخلية والغريزة البهيمية التي تملي عليه أن يكون بهيمة أو كلبا أو يفعل ما يفعل كما يفعل أولئك، أو يكون شاذا أو يفعل في نفسه ما يفعل، ويخرج عن المعنى الإنسانية، مش معنى الدين فقط. أما الإنسان الحر الحقيقي هو الذي يتحرر من جميع القيود الخارجة أو الداخلة، يتحرر من أوامر النفس الأمارة بالسوء، يتحرر من خطوات الشيطان، يتحرر من أوامر الناس الذين حوله، يتحرر من إملاءات جلساء السوء، يتحرر من أوامر الظالمين من فوقه، يتحرر من كل شيء ليقول أنا عبد لله فقط، أنا نعيش فيما يخدم ديني ومصلحتي وصحتي وعافيتي وعقلي وأهلي ومجتمعي، ينظم لي علاقاتي مع الناس، مع نفسي، مع ربي، مع جميع الخلق، حتى مع النبات، حتى مع البهيمة. عندي نظام خلقه لي. ماذا هذا النظام؟ جعله لي الله تبارك وتعالى، ولذلك أنا حر من جميع القيود التي قيدت أنت بها نفسك. كان يحبون يفهموا الحرية، هذه الحرية، حرية أنك أنت حاجة ما تحكم فيك، أنت نفسك هي تحكم فيك، نفسك الأمارة بالسوء، هذه النفس التي قد تأخذ بك إلى حتى ترجعك بهيمة ربما، وأنت تقول أنا لا أنا واحد ما يحكم في أنا. أنت هربت من الحلال والحرام ودخلت كذلك في عبادة الهوى. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا نوع من الكفر كالجحود. الجحود كذلك، وهي 8 أنواع تقريبا ذكرناها في الكفر عموما، داخل فيها الشرك. وأما الشرك فغالبا يطلق على ماذا؟ يطلق على نوع الكفر الذي فيه اتخاذ ند مع الله، يعني إنسان يعبد اللات العزى، يعبد الأصنام، يعبد المخلوقين، هذا نوع من الشرك. لماذا؟ لأنك تجعل لله ندا وهو خلقك، جعلت مع الله آلهة أخرى. هذا عموما المعنى العام والأصلي في الشرك. وهناك بعد ذلك فروق ذكرناها كم من مرة في التفسير وفي دروس العقيدة. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. راهم في النار هنا، أم يتكلموا. قال الله عز وجل إن الذين كفروا يقولوا فهل إلى خروج من سبيل، بمعنى هم في النار. وقال الله تبارك وتعالى أن يجاوبهم، ربي يجاوبهم في جهنم كي يقولوا نخرجوا، يقول ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، سببكم سبب دخولكم إلى النار هو الكفر. وقال الله تبارك وتعالى فكبكبوا فيها في جهنم، يعني هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هذو كامل كبكبوا في نار جهنم، وهذه طريقة من طرق إدخال الناس في نار جهنم، الكفار يكبكبهم الله تبارك وتعالى في النار، يعني بطريقة مهينة يدخلون فيها. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي شركنا بالله عز وجل وجعلنا مخلوقين، جعلناهم مثل الله، دعوناهم مع الله تبارك وتعالى. وهذا سبب كذلك من أسباب الشرك، من أسباب دخول النار. من أسباب دخول النار الكفر، نوع من أنواع الكفر، وهو الإنكار اليوم الآخر. إنكار اليوم الآخر هذا اللي راه اليوم الآن عاود حياة في الناس. إنكار اليوم الآخر قال الله تبارك وتعالى قال وإن تعجب من أعجب الأقوال فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يعني هما الآن من حيث المنطق الفيزيائي وعلم المادة اللي رانا نقراو فيه في حياتنا اليوم، في التكنولوجيا تاعنا اليوم، وفي علم الفيزياء وعلم الجيولوجيا، علم التربة وغير ذلك، أو علم الإحياء أو علم المادة، نلقاو باللي دوك تراب كيفاش تعاود ترجعوا إنسان؟ ما كاينش هذه عندنا احنا في راسنا. قالوا له احنا كي نموتوا وكان طول علينا في المقبرة تفتح تلقى التراب ما كان والو، خلاص رحنا نتحلل كيميائيا، نولوا نتحلوا في وسط التراب، نروحوا ياكلنا التراب نروحوا خلاص. الآن أإذا كنا ترابا أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، سما تعاود نرجعوا جدد عباد واحد اخرين. قالوا هذا محال، وش بيك انت؟ هو الآن منطقيا
في الماده نقول لهم ما شاء الله تعرفوا تفكروا انتم، بصح ربي قال وان تعجب فعجب قولهم. كيفاش ربي يجعل هذا القول عجيب؟ علاه؟ لان هذه النسبه تعرفوا وقتاش نقول لكم انا بارك الله فيكم كي قلتوها انا، نقول لكم هذه لو كان جاء انسان هو اللي راح يحيينا نقول له والله ما تقدر تحيينا انت. وكان جاء انسان هو اللي راح يتكلف، انسان يجي عاود يرجع التراب هذاك ويسقمنا ويجعلنا عباد، نقول لهم باللي هاد الناس عندكم الحق بارك الله فيكم، بصح اللي راح يعاود يحيينا شكون؟ هو الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قلنا وش به الانسان هذا؟ راهو يتعامل مع من هذا الانسان هذا؟ راك تتعامل مع الله. حبيت انت يا السنه هذيك القوانين الفيزيائيه والقوانين العلميه تاع العلوم تاع الدنيا طبقها على ربي، ربي ما يسحقهاش هذه، ما يسحقهاش ربي عز وجل. انت دوك انت عندك سنن، عندك قوانين باش دير حاجه، ربي دار لك انت انسان ضعيف تحتاج الى قوانين. تقول الان الخباز واش يدير؟ يروح يجيب الطحين، يجيب الفارينه ولا يجيب سميد ولا يجيب الماده هذيك اللي يسحقها، ومن بعد يجيب المواد الاخرين، ومن بعد يسحق الماء. لازم الماء يتحط. وكان يجي تقول له عجلنا بلا ماء، يقول لك لازم الماء انايا ما نقدرش انايا. يقول بصح انت عندك 50 سنه وانت في المخبزه، كيفاش ما تقدرش دير لنا عجينه بلا ماء؟ يقول انا ما نقدرش، هذه لازم الماء يحضر فيها، لازم الماء، لازم هذه، لازم هذه، لازم كميه معينه وكل حاجه بمقدار باش يقدر يخدم لك خبز. علاه؟ لانه انسان يفتقر الى قواعد، لازم له قواعد يطبقها باش تخرج نتيجه. ربي هل لازم له قواعد يطبقها؟ ربي لا، ربي شوف، ربي عنده حاجه واحده اخرى كامله. انما امره اذا اراد نتيجه معينه، اذا اراد امرا ان يقول له كن فيكون. ما يحتاج هذه الامور كامل، ما يحتاج هذا التراب وكيفاش يعاود يرجعوا انسان وكذا، ما يحتاج. ما عليك تقول لي كيفاش حنا نكونوا تراب ونعاودوا نولوا انسان؟ راك تهضر مع ربي يا راجل، راك تهضر مع ربي اللي يقول كن تكون حاضر انت. فلذلك الان ربي قال عجيب هذا الناس هذو، عجيب امرهم، كيفاش هم يتعاملوا معايا انا الله، وراهم يقولوا كيفاش نولوا من تراب نولوا انسان. راك تتعامل معايا انا الله، انا نقول كن تكون. فلذلك الآن هذا من أعجب الأقوال، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى الذي يطرحه أولئك الناس في ذلك الوقت. فلذلك هؤلاء في النار. قال الله عز وجل أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم يربطون، يعني وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. فهذا نوع من تكذيب بيوم الدين ونوع من الكفر. قال الله ما سلككم في سقر؟ قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا، يعني كنا خربنا في العبادة وفي المعاملة. في العبادة ما كناش من المصلين، وفي المعاملة لم نكن نطعم المسكين وما كناش نديروا الخير في الناس، وكنا نخوض مع الخائضين. كنا مع هذوك اللي يقولوا بلي ما كاش يوم القيامة، كنا معاهم، كنا نطرقوا في الفلسفة تاعنا ودايرين عقولنا كبير على ربي. ولينا الآن احنا نحاكموا الله بعقولنا. تصوروا ولو يجوا الناس يديروا روحو ذكي ورجعوا ربي وراه ما كاش ربي. اما وين راك؟ وين راه عقلك انت؟ ولو يحاكموا كلام الله القرآن يحطوه آية هذه أنا ما دخلتليش في الراس. كيفاش ربي يقول هكذا وبعد يقول هكذا؟ لا القرآن ما ماكش منه. وهو هذا الإنسان هذايا ما يعرف يدير حتى حاجة، تلقاه ما يعرف يدير والو، يعرف غير هاد الشبهات برك. تلقاه حابس في عقله، ما يقدرش ربما يحل مشكل في دارو صغير، ما يقدرلوش. وبعد ذلك يجي يحاكم ماذا؟ يحاكم كلام الله كامل، يبدا يقول لك هذه ما تساعدنيش وهذه ما كاش منها، وهذه الآية تتناقض مع هذه الآية، وهذا غلط هنا وهذه كذا. وهذا العقل الصغير الذي لا يدرك كثير من الأشياء وما زالوا يكتشف في الدنيا، ما زال ما يعرفهاش مليح. الأراضي ما تكشفوش كامل، المحيطات ما تكشفوش كامل، أجزاء كبيرة من المحيطات لم تكتشف إلى يومنا هذا. أعماق كبيرة جدا الله تبارك وتعالى خلقها في هذا الكون، والإنسان ما زال واصل 11 كيلو، ما زال يدور، ما قدرش يهبط، ما قدرش مستوى الضغط تاع الماء ما قدرش يزيد يهبط له، ما قدرش يكتشف الإنسان. مخلوقات عجيبة ما يقدرش الإنسان يكتشفها. أنت تسمى أصلا لم تدرك الكون، ما عندكش إحاطة بهذا الكون أصلا، يعني باش تقدر تحكم على أمور لا تدركها. بغض النظر أن المنكرون اليوم، أن المنكرين في هذا الزمن لا يحسنون حتى اللغة العربية التي كان يحسنها العرب قديما،
وباش يجي إنسان يتكلم الآن على ماذا؟ على كلام الله تبارك وتعالى ويضعه بين يديه ويحاكمه. ولهذا من الأمور التي تكون تكذيب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى جا الموت عرفنا بلي كاين منها وحنا كنا غالطين. كي جا الموت فقنا بلي كاين يوم الدين وكنا غالطين في هذيك الفكرة اللي كنا نطرحوها ونخوض فيها مع الخائضين. وكذلك من الذين يدخلون النار ويعذبون في النار هم الذين يطيعون من يحكمون فيهم من أولئك الطغاة مثل النمرود وهامان وفرعون. لما كان يأمر الناس باش كان يدير فرعون؟ باش كان يضرب الناس؟ باش كان يطغى على الناس؟ باش يطغى بالجنود نتاعو، بالوزارة تاعو، بالحاشية نتاعو. كاين الناس هما يعاونوهم هاد الناس، يعني هو وحده ما حيدير والو. واش راح يدير؟ هو انسان كيما انت، فهو قوته وين؟ بالناس اللي راهم تحته. ولذلك لا عذر لمن كان تحت ظالم انك يقول كان الله غالب، أنا ماشي انا اللي درت، انا راني قالوا لي ندير لك. ولهذا الان يوسف شكون دخلوه للسجن؟ اللي كانوا حاكمين ومدخلين وقيدوه ودخلوه للسجن نبي الله رموه في السجن. شكون هما؟ جنود خدامين على اولادهم، خدامين. ما هذوك الخدامين هذوك اللي رفدوه وداوه للسجن ورموه ظلما، هذوك الخدامين هذوك غدوه ما يقدرش يقول ربي يقول انا والله غير كنت خدام في القصر وقالوا لي رفدوه ديه حطوه في الحبس. انا عندي الاولاد، عندي الطفل يدير لي كور يا سي محمد نخلص عليه، وعندي اولادي وعندي طوموبيلومبا، انا عندي كذا ما نقدرش، انا قالوا لي ديروا في الحبس درته. علاش ربي عز وجل دار لك مساله الاسترزاق تتوقف عند المبادئ؟ عندما تصطدم الاسباب نتاع الرزق بالدين تاعك والاخلاق تاعك والمبادئ تاعك، هنا تمتحن عند الله. ولهذا الله عز وجل قال ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. هم قالوا ما تسمعوا لهمش، ما يسمع لهمش. وهذا يدخل فيه من؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. المصيبة اليوم دوك أخوك المسلم ما تسمعلوش، أخوك المسلم ما تسمعش. أنت تروح في مكان معين وتقول للشباب تحكي لهم عن المخدرات كذا، ويجوا بعض الناس ذاك أحيانا يقول لهم لا ريح في المخدرات وما تسمعش المبتدع هذايا، ما تسمعلوش، خطيك منه، هذا مبتدع، أنت خير منه. هذا تصور عقل يفكر هكذا، تصور باللي عقل يجعل الغيبة والنميمة والبغضاء دين يتقرب بهم إلى الله. تصور باللي الإنسان يلحق هكذا، يقول لك ما تسمعش لهذا، ما تسمعش لهذا، كامل الناس ضربهم على خطرة. وانا نتكلموا في قضية ما تسمعش لهذا، واحد اللي يقول لك كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام راهو يحكي لك، ومن بعد تجي تقول لا خطيك ما تسمعش. هذه الفتنة هذه فتنة عمياء، نسأل الله السلامة والعافية، تحطت في بين أيدي من في قلوبهم مرض، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا هذا الناس لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، خطيك ما تسمعش. يعني واحد الأخلاق، واحد الآداب، واحد التربية، يعني تشوف أمور ما نسأل الله السلامة والعافية وخلاص. ولذلك قال الله تبارك وتعالى قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. لعن الكافرين، طردهم من رحمته، وجعل لهم حياة معيشة ضنكا في الدنيا، وجعل لهم يوم القيامة ماذا؟ سعيرا لا رحمة لهم، وزيد عندهم تسعر فيهم النار وهم في عذاب السعير خالدين فيها أبدا، ما يخرجوش منها، لا يجدون فيها وليا أو لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما كاش واحد يسلكهم، وما كاين حتى شفيع ولا أي شيء. يوم تقلب وجوههم في النار، هذه نوعية من أنواع العذاب كما سيأتينا. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يتمنوا يا ليتنا. يوم القيامة كاين بزاف يا ليتنا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني قدمت لحياتي،
يا ليتنا نرد، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا، بصح هادو يا ليتنا وحدة فيهم راح تنفع. قول واش حبيت من بعد، قول واش حبيت، ابقى حياتك كما تقول لو كان لو كان لو كان لو كان درت، لو كان غير قريت، لو كان كذا، خلاص خرجت النتيجة، خرجت النتيجة. فنفس الشيء هذا الناس هذه يا ليتنا هذه، أنا نقول لهم دائما للشباب قولها دركا تنجح، قول دركا، قول يا ليتني أتخذ فلانا خليلا، قولها درك ما دامك في الحياة، ما دامك مازال ما دخلتش الحبس، مازال ما متش، مازال ما طحت منتحر، مازال ما صراتلكش مشكلة، ما فاتكش الأوان، قولها دركا، قول يا ليتنا نردوا. دير روحك شغل مت وعاود ربي يرجعك من القبر، واش دير؟ ديرها شغل في بالك، دير يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، خلاص هيا روح يطيع، أنا جبناك للدنيا. دير شغل كنت في جهنم وعاود خرجك ربي قال لك نرجعك للدنيا ونشوفك لا تطيعني ولا لا. ويا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة، يلا اتبعها بسم الله. فهذه يا ليتني قدمت لحياتي، قدم حياتك موجود. هذو ما كامل وكان تقولهم في الدنيا تنجح، واللي راح يقولهم يوم القيامة راح يقولهم في النار ما يحش ينفعوه. وهذو يقولوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا، هنا اعترفوا، هنا ما قالوش الخبزة وما قالوش الله غالب، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الآن شوفوا الآن قال لهم ها احنا غلطنا هم أضلونا. فلذلك الآن لما الآن أمر يجيك أنت تصطدم بماذا؟ حتى بابك في الدار يقدر يبعثك يقول لك قولوا مانيش هنا، قادر بابك يبداك بهذه الطريقة، من تبدا من حتى تولي خدام في شركة المدير تاعك وتبدا تطلع وانت تبدا بهذه الطريقة، انك دائما الله غالب وما قدرتش وعلى بالي يزعف ويحاوزني يدير لي كذا، وانت لم تقدم رضا الله تبارك وتعالى. كعب بن مالك واش دار؟ قدم رضا الله وقال لك معليش يسخط علي الرسول صلى الله عليه وسلم وما يسخطش علي يا ربي، المهم نصدقوا في الكلام تاعي وسأصدقه القول، المهم ما يغضبش علي الله. وكان قادر يردي النبي عليه الصلاة والسلام ويسخط ربي، بصح لا، قال لك انا ما نكذبش، لانه على باله باللي الرضا يهبط من الفوق ما يطلعش من التحت، على باله باللي الرضا يبدا من عند ربي ويجي هابط. قال فإن رضي الله عني أرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأنه اللي حاكم الرضا والقلوب تاع العباد شكون هو؟ ربي سبحانه وتعالى. فأنت تبدأ منه. قال أنا أخويا ما نقدرش ندير هذه الخدمة، أنا ما نقدرش، الشهادة الزور هذه أنا ما نقدرش نديرها، فلان أنا ما نقدرش نظلمه، أنا ما نقدرش هذه أنا خدام، أنا يا خويا في المنصب تاعي هذا أنا ما نقدرش، تحب تخرجني تحب تعاقبني أنا ما يسمح لي لا قانون تاع ربي لا قانون تاع العبد، ما نديرلكش الهوى تاعك، أنا القانون تاع الدنيا ما يسمحش والقانون تاع ربي ما يسمحش، أنا خدام في خدمتي، دوك يشحن عليك ما يشحنش عليك، المهم مع ربي الفوق. لازم الإنسان يكون عنده المبدأ هذا باش ما يضحيش. ربما أنت هذه كامل تتعب ربي ما يصلح لك لا أولادك ما تصلح لها في الدنيا ويوم القيامة تزيد تعذب وما عندكش حتى حاجة. ربنا أتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. كذلك هذا وكذلك النفاق الأكبر. النفاق الأكبر والنفاق الأصغر الفرق بينهما أن النفاق الأكبر كافر مولاه، وهو الذي يبطن الكفر كافر الداخل وبرا يبين بلي مع المسلمين، يبين بلي مسلم عايش في بلاد هكذا ولا في وسط الناس، يقول لك انا دوكا لو كان نقول لهم هكذا ما نبينش خلاص. كاين ناس يديروا هذا الشيء هذا، كاين ناس الى يومنا هذا وسبحان الله كنا دائما نقولوا هذه كانت في وقت النبي عليه الصلاه والسلام، شكون راح دوكا الان مخبي دوكا اللي كافر يقول انا كافر، عليه يخاف دوكا كاين حريه، يقول لك انا واحد ما يدخلوا فيا، انا دوكا نحب نولي كافر ما حش ينحوا لي جنسيه ولا يدير ينحوا لي داري ولا نورمال، نبقى عادي كافر ونعيش لاباس عليا، يعني نقعد مخبي. كاين بعض الناس يخبوا، تصوروا شحال من انسان خبى، لماذا؟ من اجل الميراث. احيانا الانسان على اجل الميراث، يقول لك انا دوك الان وكان يفيقوا لي القانون يقول بلي الكافر لا يرث المسلم، ينحوا لي الورث، المراه هذه ما نورثاش تطلق مني، فيبقى يبين دائما بانه مسلم. وهذه حالات مرت علينا سبحان الله، كم من مره تمر علينا حالات كما هذه.
علاش؟ لأن الإنسان هذاك راهو يفكر دوك، يقول لك أنا كبرت ولا المرأة كبرت ولا تسمى ربما المرأة تموت ولا مريضة ولا كذا، ومن بعد يقول لك أنا لو كان نبين بلي يعني ماشي مسلم واش راح يصرى لي؟ راح نعترف وراح من بعد نولي قانونيا ما نورثش، ما ندخلش في الميراث. فإذا الآن الإنسان يعني يكون يبطن الكفر ويظهر الإسلام يسمى منافقا، والمنافق الأكبر هذا كافر عند ربي عز وجل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا المنافق هذا الكافر الأكبر هذا خالد في النار، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، أي لا يخرجون من تلك النار التي وعدهم الله. وكذلك الاستكبار عن اتباع الحق، قال الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يستكبر الإنسان، ما يحبش يسمع، ما يقول لك ما نحوش أنا الدين هذا، ما تحكيليش عليه، مانيش حاب نولي مسلم، ماهوش حاب أصلا يسمع، ويستكبر عن الحق، أو أنه يسمع ولا يقنع. تناقشوا في حاجة ولا تقول له ها شفت الأدلة ثبت لك بلي كان الله، ومن بعد ما يحبش يعترف، لا يقول لك لا ما نآمنش. فهذا الإنسان مستكبر عن الحق، لا يريد الحق، فهذا كذلك كافر خالد في النار. فهذا أنواع الذين يدخلون النار والذين سماهم الله في الآيات، يعني ذكرنا الآن غير الآيات تاع الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. كذلك أهل النار الذين نص عليهم القرآن الكريم بأسمائهم ونصت عليهم السنة النبوية. كاين ناس مسميين في القرآن ومسميين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل النار بالاسم، كما الجنة عندنا الناس مسميهم النبي عليه الصلاة والسلام 10 مبشرين: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، هذو كامل، أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، قاع في الجنة. هذو ما بأسمواتهم، عكاشة في الجنة، خديجة في الجنة، كامل سماهم بالاسم، آسيا امرأة فرعون في الجنة، هذو ما كامل الناس في الجنة، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم. الآن هؤلاء الناس الذين سنذكرهم الآن مبشرين بالاسم بأنهم من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. منهم وعلى رأسهم فرعون كما ذكرنا، قال الله تبارك وتعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. راح يجي ويأخذ الناس اللي كانوا معه يعبدوه ويتبعوا فيه ويقول لهم يلا ندخلوا جهنم مع بعض، فيدخلون إلى نار جهنم. كذلك ذكر الله تبارك وتعالى من الذين يكونون في نار جهنم امرأتان: امرأة نوح وامرأة لوط. قال الله تبارك وتعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار. ادخلا في زوج، امرأة نوح امرأة لوط، ادخلا النار، ادخلا جهنم، هذا أمر من الله عز وجل بأنهما من أهل النار، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكذلك من الذين يدخلون النار أبو لهب وامرأته، صورة كاملة: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الآن في جيدها حبل من مسد، هذا أبو لهب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك امرأته هذه أم جميل، الاثنين في زوج بالاسم، يعني معينين بالتعيين، ربي عز وجل عينهم بأنهم سيكونون من أهل النار. من الناس الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية بأنه سيكون من أهل النار هو عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن عامر الخزاعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه. القصب هو ماذا؟ هو المعي، اللي يعني كما نقولوا احنا الفؤاد نتاع الإنسان مصارنه كاملة، يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السيوب. هذا هو اللي راح في يوم من الأيام وكانت الكعبة نظيفة من الأصنام، وهذا راح رحلة شتاء وصيف، راح في يوم من الأيام كما نقولوا احنا يخدم لامبور اكسبور، راح يتاجر، راح للشام، لقى باللي النصارى هذوما دايرين تماثيل يعبدوها، لقى الكفار هذو يعبدوا تماثيل دايرينهم، عجبوا الحال، فجاب التماثيل هذه، بدا يجيب التماثيل، دخل التماثيل لمكة حتى ولات 360 صنم محطوطين في مكة بسبته هو. أول من سيب السيوب، هو اللي دار
الشيء هذا الأول كامل. فهذا الإنسان اللي دخل الأصنام الله عز وجل جعله من أهل النار يعذب عذابا خاصا. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيته في النار يجر قصبه وهو في النار، وكان أول من سيب السيوب. وهذا هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ممن سماهم الله تبارك وتعالى من أهل النار. ما هي نسبة أهل النار؟ أهل النار كثر، أكثر المخلوقات في جهنم. احنا ذكرنا حديث صريح، حديث صريح. هذا الحديث الصريح هذا الذي يبين الرسوب نتاع الامتحان في الدنيا لكثير، لفئة كبيرة جدا. علاش احنا ذكرنا من قبل باش نتكلموا يعني بطريقة مفصلة أحسن. احنا ذكرنا من قبل بأن الإنسان لما ربي حطه في الدنيا جعل له أعداء يهبطوا بعضكم لبعض عدو. أول عدو هو الشيطان. الشيطان هو الآن الشيطان دارس دراسة متقنة كيف تؤكل الشاة، منين يأكلك. هو الآن قال بأنه إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. وهذه الرؤية زوج معاني، بمعنى أن احنا صح ما نشوفوا فيه وراهم مكان الشيطان، وراهم الجنون ما نشوفوا فيهم، احنا ما نشوفوا فيهم. لذلك الآن احنا خوفنا منهم، هذاك اللي خوف اللي يجي في الناس وشنو هو خوف لأنك ماكش تشوف فيه. شغل وليت خايف من حاجة ماكش تشوف فيها، عدو ماكش تشوف فيه. شغل العدو تاعك هو يشوف فيك انت ماكش تشوف فيه. شغل دائما تستنى الخسارة. ولذلك انت قوة الخوف من ذاك تقول هذوك الناس ما تحبش تسميهم، شغل خايف منهم هذوك الناس، شغل ما تحبش تسميهم. وهما ضعاف، هما ضعاف، ولكن احنا كي ما نشوفهمش ولينا خايفين من شيء مجهول. هذيك الرؤية، هذه الأولى. ولكن هناك معنى آخر في الرؤية أصعب وأخطر، هو أنك لا تدري من أين سيأتيك، بحيث أنه هو راه دارسك مليح وأنت ماكش دارسه أصلا، أنت ما باش جاك شو يخدم. ولذلك العلماء باش يقربوا لنا النظرة، باش تعود عندنا نظرة على إبليس، ربي عز وجل وصفه لنا في القرآن. واش داروا لنا العلماء؟ داروا لنا كتب يشرحوا لنا تلبيسات إبليس، كما دار ابن الجوزي جزاه الله خيرا. دارنا كتاب تلبيس إبليس، كيفاش يلبس إبليس، منين يجيك لي تاكتيك كما يقولوا تاع إبليس كامل ذكرهم ابن الجوزي. كيفاش يلبس على العباد، كيفاش يلبس على العصاة، كيفاش يقدر ينقلك من مرتبة العصاة إلى مرتبة الفساق، كيفاش يرجعك كذاب، كيف يعني كل الخطط التي ينتهجها إبليس في إغواء الإنسان سبحان الله ذكرها ابن الجوزي بالنصوص، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر في ذلك قصص كيف أنت تحب العبادة، يقول لك إبليس يعني معك ما كاينش كيما العبادة، يقول لك الدنيا فانية يا راجل ولازم تعبد ربي أنت. يقول لك يلا بسم الله، ويبدا وش يدير لك؟ ما دام انت تحب تصلي بزاف وتذكر بزاف كذا، يقطع لك ماذا؟ يقطع لك الحدود، يدير لك البدع. يقول لك يلا نعبدوا ربي ونذكر الله، وذكر الله مليح، وش بيك انت؟ ولازم تكثر الذكر وتزهد في الدنيا كامل. هاي أنا معك. يقول لك وشنو بعد يبدل لك طريقة تاع العبادة باش ما تعبدش كما النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أو دارس الدنيا مليح ويعلم أن أي أمر على أي دين ديروا انت على غير امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافق دين النبي عليه الصلاه والسلام فهو مردود، يرده لك ربي ما يقبلوش. يقول لك اعبد هذوك نتعبك مليح ونخليك تذكر مليح وتصلي مليح، بصح والله لا قبل منك ربي حجر وحليه. اي روح اني معاك، خاطرش هو يعرفك وقاريك مليح باللي انت راح تعبد وما راحش تروح للفساد، وعارفك عارف عقليتك، تسمى انت يروح لك من جهه هذه. واحد اخر ساهل عنده يقول له روح عند فلان كذا منا تلاموا وانتم خاوه كذا، وعلى بالو بلي كي تلاقى انت وهذاك حتولي جهنم وتولوا تفسقوا وتسرقوا وتديروا كلش. كل واحد كيفاش قاريه، هو كونه انه قارينا مليح الخطوره هنا. ولذلك يراكم هو وجنوده من حيث لا ترونهم، ماكش فاهمين انتم كيفاش هو يخطط لك، وهو فاهم مليح كيفاش راح يخطط لك. وهنا المصيبة. ولذلك الآن أنت باش تسلك هنا واش دير؟ لازم تتصل بواحد، هذاك الواحد هو برك اللي يعلم كيف يفكر إبليس، وهو الذي قادر على أن يصرف عنك إبليس، هو الله تبارك وتعالى. ولذلك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان
غير يحسوا باللي كاين خطه تاع ابليس يدور بهم وكذا، اي كاين حاجه راح ينوضها بيني وبين خويا، بيني وبين وليد عمي، بيني وفلان وصاحبي. هذه الايامات كثرت الهضره كذا، كان حاجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. واش تذكروا هنا؟ واش تذكروا؟ تذكروا باللي كاينه خطه، ما على بالناش كيفاش راح يضربنا، بصح لازم نتصلوا. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اطلب المدد الاعلى من الله تبارك وتعالى باش يصرف عنك ماذا؟ ابليس والخطط تاعو الجهنميه. ولذلك ابليس ماذا يفعل؟ من الدراسه الدقيقه تاع ابليس للانسان هو انه يدرس النفسيات والشهوات الموجوده في الانسان. كاين ناس طاغت فيه شهوات، عندنا كاع شهوات. هذا التركيب الغريزي الموجود في الانسان، غريزه موجوده في الانسان، ربي حطها فينا لحكمه معينه ونحتاجوها. ابليس الان يتصرف فيها، يستثمرها. كي يشوفك انت تحب بزاف المال راح يجيك من جهه المال. وكل واحد منين؟ واحد من جهه النساء، واحد من جهه الكذب، واحد قال انت تحب تبان، تحب الرئاسه وتحب تكون قائد، راح نجيك من هذه الجهه. ايش مشكله؟ يجيك من هذه الجهه. كل واحد منين يجيه، وراح يدرس انت واش من شهوه راح تطغى فيك، واش من شهوه اللي تقدر بها تدخل جهنم. هذيك هو اللي يغذيها لك. كي يغذي لك هذه الامور هذه انت تروح تمشي بعد في الطريق هذيك. ولذلك استطاع ان ياخذ نسبه 999 من الألف كلهم في النار من المخلوقات. 999 ألف من بني آدم، من 999 من الألف من بني آدم كلهم في نار جهنم. علاه قدر لهم؟ جو سهلين، لأنه هو كي يجيك راح يجيك مع التيار تاع النفس تاعك، تجيه سهل. ماشي هو اللي واعر، ماشي إبليس اللي واعر، وإنما هو جيت وانت سهل، لأنه هو راح يجيك من جهة انت تحب الشهوات. عندك شحال من شهوات تحبها، نفسك تحبها. نحبوا الكسل، نحبوا الفتور، نحبوا الانتقام، عندنا شهوة النساء، شهوة المال، بزاف شهوات فينا موجودة. هو راح يجيك واحدة منهم وانت توافق تجيك سهلة، تشعر بلذة. هو على هذيك راح يجيك سهل. انت الآن كي تجي تصلي ولا كي تريح تفرج ماتش، شكون تجيك أحلى من ناحية النفسية؟ الماتش هو سهل، لأنك ماش تتعب، راك تيليكومود راك تفرج وقاعد ولا تاي وكذا وتشوفوا ماركا ومكذا وانت ما تتعبش. عندك واحد المتعه، عندك نظام المكافآت في راسك راهو يعطيك المتعه بزاف. فانت كي تتفرج تليفون ولا تشوف وتضحك كذا ولا تشوف تجيك سهله. فالان هذه توافقت مع النفس تاعك، بصح هل هذه الموافقه مع النفس واللذه والراحه هل هذه راح تنجز بها انت حاجه؟ راح تصنع بها شيء؟ تخترع بها حاجه؟ دير بها شهاده؟ دير بها دراهم؟ دير بها طاعه؟ تلم بها حسنات؟ والو ما دير بها. بصح كي تروح زعما دوكا تحب دير حسنات وتروح للجامع تحضر الدرس ولا تصلي وتعاود تولي، فيها تعب، ضد النفس راك تمشي، ضد التيار النفسي. نفسك تقول لك ريح، النوم خير، والمؤذن لا الصلاة خير من النوم. فالآن أنت باش تنال النجاح لازم تمشي ضد التيار النفساني تاعك، تمشي ضده. كل حاجة نطيعوا فيها ربي، الأركان الخمس كاملة، تمشي ضد التيار. تخرج الدراهم تروح للحج، والنفس تحب لا تحب الدراهم يدخلوا ماشي يخرجوا، انت راح تخرج وتروح. وتصوم، النفس لا يحبها تاكل، انت ما حبش تاكل. ونفس الشيء الصلاه، نفس الشيء الذكر، نفس الشيء اي حاجه. ولهذا الشيطان استطاع ان يغوي الناس فجعل اكثر الناس في النار. قال الله تبارك وتعالى: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اكثر الناس راحوا، نسال الله السلامه والعافيه. نكمل بعد الاذان ان شاء الله.
كذلك الآيات والأحاديث التي تدل على أن النسبة الكبيرة من الناس راح تكون في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الله عز وجل قال يعني في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني وش معناته ولو حرصت؟ وما أكثر الناس ولو حرصت أنت على إيمانهم بمؤمنين. بس احرص على إيمانهم، لازم تحرص باش تهدي الناس. ولهذا احنا لما نقولوا هذا الكلام هذا إخبارا، ماناش نتمتعوا كي نقولوا أكثر الناس في النار، أكثر النساء في النار، ماناش نتمتعوا، ماشي نغزلوا في الناس، لأنه احنا لا نضمن نجاتنا. يعني نسأل الله عز وجل يحرم وجوهنا عن النار. ولهذا الآن هذا الكلام هذا حتى يخاف الإنسان. لهذا شوف الآن لما الإنسان يضمن النجاة يطيح في حديث الجبل الذي يحسر عنه الفرات يحسر عن ماذا؟ عن جبل من ذهب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يتقاتل فيه الناس. هذاك القتال اللي يصرى واش يصرى؟ قال يقتلوا يسلك شحال؟ 1% أو 1 في الألف، 1 في الألف. كما هذه النسبة نفسها اللي راح يسلكوا في النار 1 في الألف، واللي راح يسلكوا في القتينة هذيك اللي تصرى على جل الذهب اللي يخرج في الفرات، جبل الفرات هذاك راح يصرى يتقاتلوا عليه ناس كثر يتقاتلون عليه. هذاك القتال اللي راح يصرى الناس عندهم إحصائيات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا بلي الناس يكونوا عارفين بلي راح يسلك 1 في الألف هذاك الوقت، ومع ذلك سيذهبون. علاش يروحوا الناس؟ علاش يروحوا وهم على بالهم بلي نسبة النجاة راهي قليلة بزاف؟ نسبة النجاة قليلة، ماشي 1%، 1 في الألف. يعني في الألف واحد راهم يتقاتلوا، دير بالك بلي واحد برك راح يسلك في الألف. كيما أنت تدخل دير كونكور يقولوا لك بلي على بالك شحال مترشح كاين؟ 10,000. أباك شحال يدوا؟ 3. تقول لي والله ما ندخلها، ندير دوسي والله ما ندخلها، باين بلي مستحيل راح نجي، مستحيل راح نربح انايا. شو نسبة النجاح قليلة جدا. وهنا كذلك نسبة النجاح قليلة جدا، 1 في الألف راح يسلك. بصح يروحوا بزاف ناس ويموتوا بزاف ناس. علاه؟ مع انهم يعرفوا الحديث، على بالهم بالحديث، وعلى بالهم باللي كان واحد راح يسلك من الألف. علاه راحوا؟ قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: كل واحد منهم يقول أنا الناجي، أنا هو الواحد في الألف. كل واحد فيهم يجيه إبليس وش يدير له؟ علاش قلت لك أنا إبليس دارسها مليح. يجي يقول له أنت هو الواحد في الألف، على بالك، وبالك يجيب لك منامة تقدر تنوم، على بالك هذيك الليلة تقدر تنوم، وسوتو لك اللي تماكله باردة بايتة، شو تنوم باللي أنت اللي سلكت، تقول لهم باللي والله غير صح، انا عباك راني نمت باللي ضاربوا الناس وخرج الجبل هذاك تاع الذهب، وباللي نمت انايا شحال من خطره 3 مرات وانا نوم باللي انا سلكت. وتروح وتقول انا هو الواحد في الألف وعندي يقين وشفت شحال من منام ديجا، وتروح وتقول انا وتموت ومن بعد تموت. فاذا الان علاش يجر ابليس الناس بزاف تما يتقاتلون فيموتون، والقاتل والمقتول وين راح يروحوا؟ هذاك القتل هذاك اللي حيصرى بسبب ماذا؟ بسبب ان كل واحد فيهم يعتقد باللي واحد يسلك. ولذلك الانسان ما يامنش مكر الله. من خاف في الدنيا امنه الله يوم القيامه. احنا ربي عطانا الطريقه كيفاش نكونوا 1 في الألف. كيفاش نكونوا؟ اولا برحمه الله سبحانه وتعالى، نسال الله يرحمنا ويعافينا من النار. ثانيا ماذا؟ اننا نخاف الله في الدنيا. قال من خافني في الدنيا امنته يوم القيامه. نضمن لك يوم القيامه ما يصرى لك والو، بصح خافني في الدنيا، خافني، ما تظلمش الناس، ما تاكلش حق الناس، ما تكذبش، ما تكفرش بالله، ما تعصينيش، ما تتمردش عليا، خافني برك، خافني يوم القيامه انا نامن لك الطريق باش تسلك يوم القيامه. ولذلك تصوروا انه ربي عز وجل قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. بمعنى اكثر من في الارض راهم، هو شوفوا الان احصاءات شحال كان، نفرضوا انه كان 2 ملاير مسلم والباقي وش هما؟ وين راهم الاخرين؟ والملايير البشر اللي فاتت قبلنا شحال كان النسبه؟ فالان تصور هذه الاعداد الهائله دائما خارجه عن الاسلام، خارجه عن الدين. فهذا هو المصيبه هنا. ولذلك قال الله عز وجل لأملأن على ابليس، او يقول ابليس لما وقع الحوار بين الله وبين ابليس، قال لأملأن جهنم منك يا ابليس، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. يعني وش معنى املأن؟ بمعنى كثير من الناس سيدخلون النار.
تصور باللي ربي قال كلمة واحدة أخرى، وشن هي؟ وتمت أو لأملأن جهنم من الناس من الجنة والناس أجمعين. شفت كلمة أجمعين؟ يعني باللي أنا كون نقول لك باللي كان 999 من الألف راح يدخلوا جهنم، تقول لي أنت مالا كامل؟ مالا كامل راه في جهنم، على ذيك وقال ربي أجمعين هنا. وش معناتها أجمعين؟ معناتها 999 في الألف. وش بقى؟ بقى واحد. بقى واحد في الألف. ولهذا جاء الحديث، جاء الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص لنا، تكلمنا عليه فيما مضى. لما يجي ربي عز وجل ويحكم بين الناس، أول كلمة يقولها الله تبارك وتعالى يا آدم. يا آدم أول كلمة نسمعوها ما عند الله يوم الحساب هي كلمة يا آدم، المخلوق الأول. ولذلك كانت البداية تاع الحياة الأولى اللي ما تمتعناش بها كانت يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الأولى. وبعد كيسرى مسرى وتبدل القانون وهبطنا للأرض، راح تولي الحكاية الأولى، الكلمة الأولى يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار. قال الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله عز وجل يقول أخرج بعث النار، يعني خرج القائمة الليستة تاع النار، خرجهم قاع، هيا جماعة تاع النار قاع يخرجوا. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، حاجة كبيرة يعني خلعة كبيرة. الصحابة كانوا قاعدين شابوا في الحين ما قدروش، قالوا له يا رسول الله كيف الحكاية هذه ما فهمناهاش. قال ربي، قال النبي عليه الصلاة والسلام فحينها يشيب الصغير، كي يكونوا واقفين كامل صغير وتجيب بيبي ويشيب شعره من الخلعة. 999 من الألف قاع في جهنم، أنت تقول أني معاهم نروح بلا ما يعيطوا لي، نروح بلا ما يقول لي ما على بالي تعيط لي فيها، سما فيها باينة. فلذلك الآن وتضع كل ذات حمل حملها، هنا الخلعة كبيرة. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله، صحابة قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قالوا شك تحكي؟ شكون فينا راح يسلك؟ شكون هذا الواحد اللي راح يسلك؟ ورينا كيفاش راح يسلك. لأنه الآن يا إخواني الكرام والله كل واحد فينا لو كان يقعد مع نفسه في هذا الزمان، ماشي زمان الصحابة، وكان يقعد مع نفسه ويقارن نفسه بخيرة الناس كان يلقى روحه بزاف ناس خير منه. المنصف، العاقل اللي اعطاه ربي العقل، المنصف اللي يتكلم مع نفسه بصراحة، يقعد يلقى ناس خير منه في كثير من الأشياء. يقول لك أنا متخلق بصح شفت بزاف ناس خير مني في الأخلاق، أنا ذكي بزاف ناس خير مني في الذكاء، أنا نشيط مجتهد يا حسرة قدام الناس نبان كسول، أنا نذكر الله كاين بزاف ناس خير مني في ذكر الله، أنا نتصدق يا ولدي روح تلحق فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، أنا نطيح في والديا يا ولدي روح نويرك تشوف الناس اللي تطيح والديها تاع الصح، وين تروح تلقى خير منك. على هذيك اللي الصحابة دائما يحقروا نفوسهم، يخافوا من الله عز وجل رغم أنهم قدموا نفوسهم لله تبارك وتعالى. قالوا وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ شكون فينا اللي راح يسلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا، وأنا نقول لكم أبشروا إن شاء الله فيها خير. قال أبشروا فإن منكم رجلا، منكم أنتم كاين واحد، ومن يأجوج ومأجوج 1000. هنا وش مد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعطانا إحصاءات على عدد النسمات نتاع يأجوج ومأجوج. يعني تقدر تخرج، ماشي دركا كي تخلص البشرية تقدر تخرج عدد يأجوج ومأجوج شحال كاين البشر. 100 مليار جازوا على الدنيا هذه، يأجوج ومأجوج اضربهم في 1000، اضرب في 1000 تلقى شحال عدد يأجوج ومأجوج. لأن يأجوج ومأجوج القوة تاعهم راهي قوة في القوة في الكثرة، من كل حدب ينسلون. واش يكملهم؟ ما تقدرش تكملهم، دير واش حبيت، قنابل دير واش حبيت ما تكملهمش. قال إني أخرجت عبادا لي لا قبل لأحد بهم، غير ما كلا تتعب روحك. قال له عيسى رفد قشك ورفد صحابك وهرب روح، ما كان لا تقول نقابلهم وندير والشجاعة، ما كان لهم حرب خاسرها. ولهذا الآن يأجوج ومأجوج قوتهم وين؟ 1000 مرة عدد البشر،
1000 مرة عدد البشر هم يأجوج ومأجوج، وهم تابعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأمة التي جاءت الأمة المدعوة، ماشي الأمة اللي أسلمت، كما سموها احنا أمة الدعوة ماشي أمة الاستجابة. فهم هذوما يأجوج ومأجوج. الآن تصوروا شغل راح يتقدموا كبش الفداء، راح يغطيوا لنا هذيك 999 راح يغطوها بالراحة. تسمى فيها خير كبير في يأجوج ومأجوج، راح يديروا فينا مزية كبيرة يأجوج ومأجوج. تسمى راح يديروا فينا مزية، راح يغطونا هذيك النسبة الكبيرة 999 هما راح ياكلوها وحدهم، غير هما برك راح ياكلوها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم قال: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. هنا شكون هما؟ هنا أمة ماذا؟ أمة الاستجابة اللي جاوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا، الله يجعلنا منهم. ربع أهل الجنة. والأمم الأخرى هما أمة موسى وأمة عيسى وغيرها من الأمم اللي تبعوا الأنبياء، هذوما راح يكونوا في الجنة. ولكن احنا اللي هما أمة محمد صلى الله عليه وسلم احنا راح نجوم، احنا جينا آخر الأمم. فإذا احنا واش نكونوا ربع أهل الجنة. الصحابي واش قال؟ مازال الحكاية، قال: فكبرنا قلنا الله أكبر، خير كبير. عاود رجعت لنا النفس، كنا حاسبين هذيك الحساب تاع 1 من 1000 وكذا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. رفد النسبة، اسم الثلث أكبر من الربع. قال: فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك الآن الإنسان يفتخر بدينه، ما يقعدش عايش هكذا شغل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. تحشم بدينك، حاشم حتى بكلمة السلام عليكم ما تقدرش تقولها. حاشم بدينك، حاشم كونك تنتمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت تخيل، شوف النعمة اللي أعطاها الله تبارك وتعالى، كوننا ننتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأكثر، يعني من أكثر الناس الذين يدخلون النار أكثر البشرية، عموما أكثر البشرية 999 من 1000. وكذلك أكثر، وهذا الموضوع الآن لازم ناخذوه، وإحنا ما بقناش وقت كبير على كل حال، ولا خلوه هذا في حساس بزاف. أكثر من يدخلون النار النساء. شوف الآن كلمة هذه لازم نقولوها كلمة مليحة، ماناش نغزلوا في نساء. كي نقولوها ماناش نغزلوا في نساء، وماشي معناتها نساء راح يدخلوا النار بهذه الطريقة اللي يفهموا فيها الناس. وهذه الكلمة هذه راهم ياخذوها جماعة، هذو جماعة النسوية هذوما، وياخذوها بطريقة ماذا؟ بطريقة، شوفوا الدين هذا شتوه هاليك. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة صغيرة، طفلة صغيرة، وهذا كذا وهكذا، وفيه شذوذ فيه كذا. حاشاه عليه الصلاة والسلام عن هذا الكلام الذي يقولونه. ومن بعد النساء، المرأة في الإسلام تضرب، دائما وش يديروا هما؟ يجيبوا أفعال العصاة المتمردين عن الإسلام من المسلمين، يجيبوا أفعالهم وينسبوها للإسلام. دوك أنت كي تجيب لي ناس مسلمين راهم يتصرفوا تصرف خاطئ وتقول هذا هو الإسلام باش تشوه لي الإسلام، لا الإسلام اروح احكي لي عليه واش قال لي هو، اروح نعطي لك الكرامة اللي يكرم ربي عز وجل بها الأنثى عموما، ماشي غير المرأة برك، الأنثى عموما. يعني تشوف كرمها أما، كرمها أختا، كرمها زوجة، كرمها جدة، كرمها من كل النواحي، من كل النواحي، ماديا، في عرضها، في نسبها، في كل شيء كرمها، واعطاها جزاء كبير على عمل صغير. قالها انت ديري غير هذه وهذه 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 راكي في الجنه، ما كان له، ما تروحيش، ما عندكش، ما تروحيش، هذه ما ديريهاش، ما كان له، ما تتعبيش روحك كاع في هذه الامور هذه، ديري غير هذه راكي ما شاء الله في الجنه، ما تتعبيش. فعاملها الله تعالى بهذا الأمر هذا. ولهذا الآن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: يا بما يا رسول الله على أكثر أهلها النساء؟ شوف الآن، رأيت كنا أكثر أهل النار، ورأيت أكثر النساء في النار. شو النسبة من النسبة؟ يعني زوج نسبات ماشي نفس المعنى. يعني هنايا وعلاه هذا الكلام هذا؟ لأن غالبا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تكفرنا. قالوا: يكفرنا بالله؟ قال: لا، يكفرنا العشير. وش معنى العشير؟ الإحسان، الزوج الذي يحسن. هذه الصورة
دوك لو كان تسمعها اي مرة واش تقول لك بصح كاين رجال والله ما يسواوها وكاين رجال كذا وكذا. لا 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 لا، لازمنا نفهموا مليح. ماشي كاين رجال ما يسواوش، كاين بزاف رجال ما يسواوش، اللي يضرب مرته، اللي يضربها، اللي يسبها، اللي يتخلى على المسؤوليه، اللي بزاف ماشي قليل. فالان هنا ماناش نتكلموا انتم نساء وحنا رجال، ماناش نتكلموا بهذه الطريقه ابدا، ديننا ما يتكلمش بهذه الطريقه. احنا نحن شقائق النساء شقائق الرجال، يعني اي كلمه تخاطب الرجل تخاطب المراه، واي كلمه تخاطب المراه تخاطب الرجل. علاش خلقونا هذه ثقافه الصراع؟ علاش داروا لنا ثقافه الصراع؟ علاش ولات المراه دائما تحس روحها داروا لها نفسيه النقصان، دائما تحس روحها عندها خلفيه، دائما تحس روحها باللي ناقصه، تحس روحها باللي الاسلام هو اللي قال عليها باللي ناقصه، والاسلام هو اللي دائما داير لها حقرها الاسلام، ودائما الاسلام هو الحقره الكبيره كاع في الاسلام، هو اللي حقرت المراه. ومع الاخر جا الاسلام هذا وقال لها انت اكثر اهل النار، قالها اكثر اهل النار. وش معناتها اكثر اهل النار؟ يعني الطبيعه الموجوده في نفسيتها تحتاج الى مجاهده، يعني ردي بالك راكي فيكي واحد الغلطه، هذيك هي الباب الكبير اللي يجي منه الشيطان، هذا ما كان. وكثير من النساء حيوقعوا في هذه الغلطه. وش هي الغلطه هذه؟ التسخط، تلك الرؤيه، لان البهرجه الطبيعه النسويه تحب هذيك البهرجه، تحب هذيك الحياه يعني بطريقه معينه، فاذا بها ربما بمجرد ما يساء اليها تنسى جميع الخير. ولهذا احنا كم من مره شحال من امراه هكذايا يعني تكون زعفانه وكذا، نقول ذكري لنا زوجك هذا مليح، ناس ملاح لاباس، لا تقول لك ما شاء الله موالفي يدير هذه يدير هذه لاباس، سما صرا غير الغلطه هذه، شحال مغلطه شحال غلط من المره هذه خطره، واش دار لك؟ قال لك هذيك الكلمه خلاص سما. ومن بعد دائما هكذا كل يوم هو هكذا، لا ماشي كل يوم، ما شاء الله عنده 12 سنه هو مليح، 15 سنه هو لاباس، سوا دوك غلط هذيك الغلطه ولا كاع ماشي مليح. نفس الشيء هذه موجوده في الرجال ثاني، موجوده في كثير من الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كره منها خلقا رضي منها اخر، وربي قالنا في زوج ولا تنسوا الفضل بينكم. لذلك الان ممنوع علينا هذاك الخطاب هذاك انتم الذكور وانتم الاناث وانتم نساء وانتم رجال وانتم كذا، ممنوع، ما يدخلوناش في هذا الامر هذا، لان ثقافه الصراع اليوم راهي موجوده الان كمخطط تضرب به امه الاسلام. يخلق لك صراع في اي فئتين، يقدر يدخل. دوك الان نعطيكم مثال، ودخلوا بحثوا وقولوا لي لا عندي الحق ولا ما عنديش الحق. اليوم كثير من المؤثرين ممن يتبعوهم من يسمون انفسهم اليوم بجيل زاد، الجيل اللي هو جاي هذايا، ومن بعد كاين موراه جيل الفا اجيال. شوف التسميات هذوما هي تقسيمات، هي تقسيم. احنا عندنا واش عندنا؟ ولما بلغ اشده وبلغ 40 سنه، هذا شكون هذا؟ هذا الجيل المتوسط. هذا الجيل المتوسط هو اللي راح يخدم كما يقولوا الكورديناتور، هو المنسق ما بين الجيل اللي راهو جاي والجيل اللي راهو رايح، هو اللي يدير الباساسيون تاع الاجيال. الجيل تاع الربعينات هذوما اللي فيهم 40 سنه وكذا رزين، فهم الدنيا وفهم باللي كان يضحك على روحه في الايامات اللي فاتوا، وفهم باللي لازم يوجد روحه في الايامات اللي جايين، وفهم باللي كان الناس اللي كان يضحك عليهم اللي راهم رايحين خير منه وفاهمين الدنيا خير منه، الناس الكبار، وفهم باللي اللي راهم جايين يحتاجوا الى رعايه وعنايه. فقال لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، الجيل اللي راهو رايح، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، الجيل اللي راهو جاي. فكاين تناسق بين الأجيال احنا عندنا في ديننا، كاين يا بني يا بني يا بني، وكاين يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كاين هذه احنا في ديننا. دركا واش كاين كثير من المؤثرين المؤثرات، كاين كثير من المحتويات الموجوده في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. يقول لك باباك يكون زعفان يحب يفرغ زعفه فيك، يماك تقول كذا. خلقوا لهم الان التربيه تاع الاباء بانها ضغط ماشي تربيه، ولا يكره والديه لانهم هما راهم ضد التيار تاعو. شغل انا التليفون لعبه انت نهار كامل تعس فيا، نهار كامل تعس فيا، تبع فيا انا الماء والضوء، طفي الضوء تبع فيا، شغل وتجيني فيا، ومن بعد يخرج برا يحكي شغل هكذا ويقلق فيا. مش يقلق فيك، هو الان ما يكرهكش، هو الان دير مليح بالك باللي هو ماكش تجيني فيه كاع، انت يحبك. هو الان كيقول لك قرا يجيني فيا، نوضني صباح او يجيني فيا، تسمى كل حاجه هما يعلموه باللي شو باباك يماك يبداو ما يلقى ما يدير، باباك نهار يكون روترات، باباك نهار كذا، يماك نهار ما كذا، يماك تشوفك ما كدير والو، لازم تخلق لك شغل.
هما خلقوا لهم هذه يسموها ثقافه صراع ما بين الاباء والامهات وولادهم. ولا الان الابن ما يتقبلش من باباه ويماه، وقادر يتقبل من عند مؤثر في الصفحه اللي يتبع فيها. خلقوا صراعات ما بين الذكر والانثى، ما بين الرجل والمراه، رجل وزوجته تكامليه الحياه. انت ما نقدرش انا نعيش بلا بك وانت ما تقدرش تعيشي بلا بيا. طبيعتي خلقني ربي اني انا افتقر الى امراه، وطبيعه المراه خلقها تفتقر الى زوجها. يعني احنا نتكاملوا. اسكن انت وزوجك الجنه. السكون لا يكون الا بين احنا اثنين، فهذا لازم يكون تكامل. هما خلقوا بيناتنا الصراع. الازواج فيهم كذا، واللي يتزوج مصيبه ومسؤوليه وكذا، صار الصراع. صار الصراع ما بين من؟ صار الصراع ما بين جميع انواع الناس، ما بين اهل الدين وغيرهم، ما بين المصلي والامام، ما بين هذا وهذا، ما بين هذا وهذا، البراني والدخلاني، وليد البلاد وماشي وليد البلاد، والشرق والغرب والجنوب والشمال، كاع صراعات. وين يلقى يغرس حتى غرسوها لنا وين تعرفوا؟ بين صحاب اللي يجيو اللور. لحقونا حتى اللي يجيو اللور. تدخل تلقى الصفحات يتضربوا في طريق الشرق غرب نهار كامل، وما في الصفحات يتضربوا. جماعه اللور انتم فيكم، الاخر جماعه اللي يجي انتم فيكم. الان تصور وين يلقى لك ثغره يدخل، وين يلقى يدخل لك. لماذا؟ لان هذه الثقافه تاع التفريق هي الثقافه السائده، والتي يستطيع ان يسود بها كما يشاء يفعل. وهذه من بين ذلك ان يستغلوا هذا الموضوع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايت اكثر اهلها النساء، اكثر اهل النار النساء. هذا ان شاء الله عز وجل اخواني الكرام نكملوه ونفصلوه مليح المره الجايه، باش نحيو عليه ذلك الالتباس الذي يقع عند كثير من الناس، وانهم ياخذون هذا النص ويضربون به الاسلام.